مساء الفل. انا عايز اقول لكم اقسم برب العزة، وحشتوني جدا جدا. انا اخر فيديو ليا صورته كان من سبتمبر 2021. تمام. ومن وقتها كنا اتسرقنا، بيتنا اتسرق. ودخلت في مواويل بقى جديدة يعني. بتنحر على نفسك كده. يعني حتى اكتشفت ان في ناس قريبين جدا مني، يعني ناس غريبة. وانا ما كنتش عايز اتكلم اصلا في المواضيع دي، بس لقيت ان انا من سبتمبر 2021 الاختفاء ده، ناس قالت ده في مش عارف فين، وناس قالت ده فين، وناس قالت مش عارف ايه. ومبدئيا انا ما يعني برضو كان في تعليقات بتقول لك ده انا بيجري ورا المشاهدات، بيجري ورا مش عارف. انا المشاهدات دي ما كنتش بطلت من سبتمبر 2021. احنا دلوقتي في نوفمبر 2024، فترة طويلة جدا. انا لو كنت كل يوم بطلع هبل او لاقي كلام، كان ايه، كان زمانها مشت. يعني كان زمانها مشت وعملت اللي الناس كانت بتقول عليه، يعني اللي هو ايه، بيعمل فيديوهات عشان مش عارف. اي حد بيعمل فيديوهات على اليوتيوب على فكره مش عيب ان هو يكسب، بس يكون بيقدم حاجه تفيدكم ويفيد بيها نفسه، مش هيضيع وقته على الفاضي. بالنسبه للصوت، لا صوتي بايظ بقاله فتره. انا كنت نفسي اطلع، كنت نفسي اطلع اتكلم معاكم، كنت نفسي اعمل فيديوهات، نفسي اتكلم في اي حاجه، اي حاجه من اللي احنا كنا بنتكلم فيها. بس كان الصوت بايظ اكتر. انت بتضغط في نفسك تتعامل مع ناس، مجتمع بقى يعني. مش كل المجتمع، يعني انت متحوط بمجتمع رمة، مجتمع حقير، مجتمع لا مؤاخذة يعني جائر. فانت بتضغط على نفسك. انت الوحيد اللي بتخسر، لانك انت الوحيد اللي عندك دم وسط الناس دي. احاول ارجع، احاول اكبر دماغي رغم ان مفيش مشكلة واحدة خلصت. يعني حتى الحرامي كانت قبض عليه ب6 شهور، وبعديها في استئناف طلع. يعني قال لك لازم يكون مع الاحراز يعني. فدي كانت غريبة بالنسبة لي يعني. فانت ما عايز تعيش في المجتمع ده، يعني ما يبقاش عندك دم، ما تبقاش انت اللي عندك دم والوحيد اللي انت اللي بتخسر صحتك ووقتك وفلوسك، واهم حاجه صحتك. تلاقي نفسك بتمرض، بتتعب. يعني على الاقل على الاقل على الاقل نفترض ان انا تمام جدا، على الاقل هو الصوت باظ يعني لوحدي كده والله، نمت صحيت بقيت كده يعني. فما تنحرش على نفسك قوي، ما يبقاش عندك دم قوي وسط المجتمع ده. في كل المجالات بقى في حياتك كلها، تجيش على نفسك قوي كده، يعني عشان ناس في الاخر خالص مش هتقدر لك اي حاجه من الحاجات دي. انت الوحيد اللي هتخسر، ومحدش هينفعك، حتى اللي بيحبوك مش هينفعوك. ده اذا لقيت يعني، انت كف ايدك ده، كف ايدك ده اللي بيحبوك مش هيزيدوا عنه عشان تبقى في الصوره يعني. هتكتشف بقى ناس بتحقد عليك، ناس بتتمنى لك الشر اصلا، ناس فجاه شمتت فيك، ناس بتعمل معاك مشاكل بدون اي داعي. فكبر دماغك، كبر دماغك. انا بنصحك وانا مش يعني ومحتاج اللي ينصحني، بس كبر دماغك. احنا عايشين في وقت فيه قلة ادب، وقت فيه مصالح، وقت فيه استفزاز. فما تبقاش انت الحلقة اللي بتاكل قوي في نفسها، ما تبقاش زيي. خدني عبرة، خدني نموذج يعني. طيب انا بتكلم ليه؟ بتكلم برضو عشان قلت لكم الوقت اللي عدى ده كله كان وقت طويل جدا، من 2021 لحد النهارده. فده وقت طويل، تمام. حبيت بس ان انا اوضح فيه انا كنت فين يعني. طيب ثانيا، آه، انا مش قادر اطلع اتكلم. وكان في وقتها من البجاحة والبرود والتناحة انك تطلع تعمل فيديو على اليوتيوب، يعني ده كان برود يعني. الشكوى دي بالنسبة لي كانت رفاهية، من كتر المشاكل ما بقت رفاهية انك تطلع تفضفض تتكلم. دي رفاهية. على فكرة اللي بيتكلم وبيشتكي وصوته عالي قوي وانا تعبان وبتاع، انت لسه عندك نفس، انت لسه عندك نفس تشتكي. تمام. فكانت خربت يعني كانت خربانة لدرجة انك حتى مش عارف تطلع. ده انا والله العظيم دلوقتي ما عارف اقول ايه. يعني انا دلوقتي اقسم برب العزة ما عارف اقول ايه، اقول ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه. الشكوى لغير الله مذلة، خلي بالك. تمام. حتى الشكوى للدولة والناس كلها، الشكوى لغير الله مذلة. تعرف تجيب حقك بنفسك هات، وما تعرفش ما استعوض ربنا في كل حاجة، في كل حاجة في حياتك يعني. فغير كده برضو قلت احاول ارجع. ده الكلام ده مثلا من سنة كده، قلت احاول ارجع تاني، لقيت موضوع
فلسطين حرق دم اكتر، تعبت اكتر جدا. فتلاقيت في الشغل برضو مشاكله كتير، ما بتحرق جاز كتير مع الناس قوي قوي، والجاز غالي كمان والبنزين. فانت ما تعبان، انت تعبان، بس مش عايز برضو ايه تطلع تتكلم، ولا قادر تطلع تتكلم، ولا عندك طاقة انك حتى وانت بتتعذب كده تقول يعني ده رفاهية انك تقول ده انت لسه عندك نفس، ولسه عندك طاقة تقولها يعني. طب اقول لك على حاجة، بص يا سيدي، فهنحاول نرجع. انا برضو يعني اهم نقطة في الفيديو ده هنحاول نرجع ازاي. بص هنحاول نرجع ان انا يا هعمل فويس اوفر على فيديوهات، زي مثلا اخر فيديو اللي هو كان اغنية يا مصطفى يا مصطفى، كده اكتب سكريبت واطلع اتكلم عليه فويس اوفر. ده اصلا اذا كان الصوت انا لسه ما سمعتوش يعني، انا مش عارف انا وصلت لانه مرحلة على فكرة. تمام. فحاول اعمل فويس اوفر. طب قدرت اصور ماشي، كان به يكون افضل برضه. ما قدرتش اصور، هحط برضه فيديوهات كده ايه، زي الفيديو اللي انا كنت عامله بتاع اغنيه يا مصطفى يا مصطفى، لما اتكلمت عن احداث الاغنيه نفسها. هنحاول نرجع، نحاول نتكلم برضو بشكل برضو ولا يضيع وقتكم ولا يضيع وقتي. مش عيب برضو لما نستفيد، رغم ان انا ما استفدتش اصلا يعني لحد دلوقتي. بقول لك انا موقف من 2021، يعني داخل في 3 سنين وكسر يعني، عدينا ال3 سنين الحمد لله. فهنحاول نستفيد، نحاول نستفيد، رغم ان انا ما بعرفش استفيد، ما بعرفش العبها في لمصلحتي في اي حاجه بعملها في حياتي. ما بعرفش ابقى بارد، ما بعرفش ابقى، عمري ما لعبتها لمصلحتي سبحان الله، ما اعرفش ازاي يعني عايش انا لمين مش عارف. فهنحاول نرجع، نحاول نرجع، تبقى المصلحه متبادله. انا برضو مش بكلمكم على صعبانيات ولا قرف، ومحدش له يعني ان هو ولا يتدخل في حياتي. لازم يبقى في حدود ما بيننا على فكره، وده ما تزعلش ولا تزعلكم ولا تزعلني. لازم يبقى في حدود. انا ولا هصعب عليكم، ولا يعني حياتي مهمة أوي بالنسبة لكم. أنا واحد بتكلم في موضوعين تلاتة، اللي عاجبه ماشي، اللي مش عاجبه عادي جدا، مفيش مشكلة، أكيد في ناس تانية بتعجبه. الاتنين على دماغي. فأنا والله ولا بتكلم عشان شغل بقى الصعبانيات وبقالي 3 سنين ومش عارف ايه. لا لا لا، الكلام ده كله ما يلزمش. ولو مت حتى يعني ما برضه يعني ما محدش هيتأثر أوي، محدش الشغلانة حد يعني. دي حاجة ما تعبش في الكلام على فكرة. الحياة ممكن تبقى صدمة شوية، ان انا ممكن اطلع اقول لكم لا انا مش عارف ايه. وحشني الكلام، وحشني عمل الفيديوهات، وحشني كاركتر نفسه اللي انا عامله ده. وحشتني حاجات كتيرة جدا، وحشني ان انا اكتب سكريبت اطلع ارد مثلا لو انتوا كتبتوا تعليق. ده لو يعني كده كده الناس ما بتكتبش تعليقات كتير. لو اتشفت شوية بفرح وبقول يا 1000 مشاهدة، 2000 مشاهدة، 3000 مشاهدة، 10000 مشاهدة كتير. ببقى فرحان. بس يعني ما لازم يبقى في حدود برضه، لازم يبقى في حدود. آه، ده عشان مصلحتكم، عشان مصلحتي، اللي انا بحاول النهارده ان انا اكون بتكلم يعني هحاول ابقى بتاع مصلحتي. والله العظيم ما عارف اجيبها لكم ازاي، بس هحاول يعني، هحاول بقدر الامكان. وايه اللي انا عايز اقوله مش عارف، مفيش حاجه تتقال، مفيش حاجه تتقال اكتر من اللي اتقالت يعني. اتقالي رغيت كتير قوي، مفيش حاجه تتقال. السلام عليكم.